ندابز معاه. والسيد ظريف بزاف، وليت انا بالعاني كندير المشاكل وكنجبد الصداع وهو كيعتذر مني. تيقني لا قلت لك المواقف اللي كيعصبوا البنت ولا كاع كيبكيو هما اللي كيخليوها طيح فيك. اليوم غادي نهضروا على المواقف او بالاحرى اللحظات اللي كيخليو البنت تبقى تفكر فيك انت. واش خاصك ديما تخليها فرحانه ولا ضروري خاصك تبقى تعصبها؟ وقبل ما نبدا الفيديو ما تنساش واحد جيم وكومونتير الا عجبك الفيديو. ونبداو. بزاف ديال الاشخاص الا ما كنتش كلشي كيفكر كيفاش يخلي ديك البنت اللي معاه تكون فرحانه، لدرجه وليت كنشوف بعض الاشخاص وحتى النهار كامل هو مع اوبي الفيديو ما كيخلي ليها حتى الوقيته فين توحشوا. والصراحه بلا ما نكذب عليكم حتى انا كنت كندير هاد القضيه وشحال من وحده ضيعتها غير بسبب هاد البلان. كنت كنعجبهم غير حيتاش ما كنتش كنعطيهم وقت، وكانوا هما كيقولوا لي علاش ما كتجاوبناش وانت كاع ما كتبقى تطول معنا غير جوج كلمات وكتقطع. ومع انا كنت ديما كنكون حشومه وما كيسولوا وانا لا، لدرجه وليت انا كنصيفط اكثر منهم ولاو هما اللي كيهربوا عليا. وقبل ما نرجعوا للموضوع ديالنا نفتح انا وياك واحد النافذه ونهضروا هذوك المسلسلات التركيه هادو بوحدهم خاصهم سلسله، حيت ما يمكنش تكون شي دار مغربيه ما تكونش الام وبناتها كيتفرجوا فيهم. درجه الوالده كتخلي الخبز كيتحرق الفران مع بسببه. عمرك سولتي راسك علاش النساء مثلا عزيز عليهم دوك المسلسلات؟ بكل بساطه حيت عامر الدراما والطبيعه ديال النساء عزيز عليهم داك التشويق في العلاقه وما عارفينش واش البطل يتزوج بالبطله ولا لا، ولا غيموت ويخلي ليها جوج ولاد. وهذا هو السر اللي باغي نوصلك ليه، باللي ما تخليش البنت في واحد المزاج معين، يعني حاول ديما تخربق ليها المشاعر. شتي الا البنت كانت كتشكى عليك باللي ما بقيتيش كتهتم بها ولا علاش طلعتي ليها فيه، هنا خاصك تفرح وياك تسمع لهضرتها. ديما قول لها اسمحي لي كنت مشغول شويه، ولكن والو ما تبدلش الطريقه ديالك معها، بل بالعكس راه هذوك المواقف اللي كيعصبوها لدرجه كتبقى هي اللي كتزيد تعلقها بك اكثر. اللاوعي ديالها كتقول هذا كاع ما مسوق لي، عندك يكون كيدوي مع شي وحده اخرى وانت راك غير مقصر كره مع ولاد دربكم. اهم حاجه خليها عايشه في الشك وخايفه لا تخسرك. عمرك سمعتي باللي بنت لبست تطلق من راجل كيدير ليها اللي بغات؟ كانت واحد المراه مزوجه بواحد الراجل كيدير ليها اللي بغات لدرجه كيغسل لمها حوايج في المصبانه، المهم كيدير الدور ديالو وديالها في نفس الوقت. ناضت المراه بغات تطلب الطلاق منه، وقفت قدام القاضي كيسول فيها علاش باغيه تطلقي من الراجل ديالك، قولي لنا شي سبب مقنع مخليك تطلقي منه. ما عطات للقاضي حتى شي سبب مقنع، بحال كيضربها ولا كيخونها مثلا. المهم من هنا من لهيه ما لقات ما تقول وهي تجي من الاخر. قالت ليه بالحرف سيدي هذا كيدير ليا كلشي توفاش ندابز معاه. والسيد ظريف بزاف، وليت انا بالعاني كندير المشاكل وكنجبد الصداع وهو كيعتذر مني. تخيل دابا انت معايا بلاصه هذا القاضي شنو دير؟ وانت ملي تسولها شنو الراجل اللي بغيتي يقول لك بغيتو يكون ظريف، راه والله ما يمكن. المهم الخلاصه هي راك خاصكش تخلي البنت عايشه في واحد المود، ديما خربق ليها المشاعر لا تمشي حتى انت تقول عليك راه ظريف. وهذا ما كان الدراري وما تنساوش ستي هارد.